وإليكم أيها السادة والسادة مفاتيح الفرج كما ورد في القرآن والسنة النبوية. فمن هذه المفاتيح المفتاح الأول وهو سورة الفاتحة، لأن فيها سر عجيب، وهي السورة الكافية والشافية والوافية، وهي الرقية. المفتاح الثاني أن نقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة قولي في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. المفتاح الثالث وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا بنص قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها كلمة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. المفتاح الرابع أيها السادة والسادة حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله قال في كتابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أما المفتاح الخامس فهو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنها كنز من كنوز الجنة كما ورد في الصحيحين. أما المفتاح السادس فهو كثرة الاستغفار، فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما المفتاح السابع فحديث البخاري لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. أيها السادة والسادة المفتاح الثامن في الحديث في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أما المفتاح التاسع فهو أن نقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وهو من دعاء الاستغاثة وكشف الكرب كما في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المفتاح العاشر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم آمين.